سمعت ابن الجيران وهو بيقول لمرات ابويا: ايه، مش هتطلعيلي بقى على العشة؟ ده انا خلاص مش قادر. في مرة كنت وانا طالعة على السلم، لقيت في الوقت ده ابن الجيران بيخبط على شقتنا. في الوقت ده استغربت وقربت منه وقلت له: هو في حاجة؟ انت بتخبط على البيت عندنا ليه؟ خير، لو في اي حاجة قولي يمكن اساعدك. قال لي: اصل بصراحة كده انا كنت محتاج حاجة وكنت جاي اسألك مثلا هل هي عندك ولا لا، لحسن انا محدش معايا خالص في البيت، وكنت عايزة اعملي كده حاجة اكلها وللأسف ما لقيتش خالص. فقلت له: ثواني، عايز ايه؟ طيب قولي وانا هجيبهولك. قال لي: بصح كده محتاج كذا كذا. قلت له: طيب ثواني هدخل اجيبهولك على طول وهديهولك. قال لي: طيب معلش هتعبك معايا، بس انتي عارفة بقى الشباب ما بيعرفوش يتصرفوا، فانا غلب حماري ومش عارف اعمل ايه. فقلت له: لا الجيران لبعضيها ايه يا ابني، انت مكبر الموضوع قوي كده ليه؟ مفيش حاجة، انا هدخل على طول اجيب لك اللي انت عايزه وحاجة على طول. وفعلا دخلت وجبت له الحاجات اللي هو كان محتاجها، وقمت خرجت له في الوقت ده وقلت له: اتفضل. قال لي: طيب شكرا، انا تعبتك معايا ومش عارف اقولك ايه، وقعد يشكرني جامد جدا. قلت له: انا مفيش اي حاجه للكلام ده كله، مش مستاهله شكري ومش مستاهله كل الكلام ده. فقال لي: لا انتي كتر خيرك وكده. والمهم قعد يتكلم معايا، فانا قلت له: خلاص عن اذنك بقى، محتاج حاجة تانية؟ فقال لي: لا لا شكرا، وقمت قفلت الباب. فعدى الموضوع ده على كده، لحد ما في مرة لقيت مرات ابويا بقى خرجت في الوقت ده وكانت رايحة على شقة ابن الجيران. فانا فتحت الباب وقلت لها: ايه ده؟ هو انتي رايحة على فين يا مرات ابويا؟ هو انتي ناوية تعملي ايه بالظبط؟ وبعدين انتي رايحة له ليه؟ مش مفروض ان هنا في شاب؟ قالت لي: هو انتي مش عارفة يعني ان هو عايش مع امه وابوه؟ وبعدين انا اساسا مامته تبقى صاحبتي يا بنتي، في ايه؟ هو انتي مالك اساسا؟ هو حد قالك ان انا عيلة صغيرة هتسأليني اعمل ايه وما اعملش ايه؟ فقلت لها: لا مش زي ما انتي فاكرة ولا اللي جه في دماغك، بس انا استغربت يعني. فقالت لي: لا لا مفيش حاجة، انا كنت هتكلم مع مامته في كلمتين وبعدين ما انا وهي صحاب. قلت لها: طيب. وقامت فعلا دخلت، قعدت لها بتاع حوالي ساعة كده، وانا قاعدة هنا عمالة افكر، وانا طبعا متضايقة جدا. المهم اني بابايا اساسا منفصل عن مامتي من حوالي اكتر من 7 سنين، وللأسف بابايا خدني من مامتي وعشت معاهم، وطبعا عايشة مع مرات ابويا. طبعا انتوا عارفين معاملة مرات الأب بتكون عاملة ازاي، بس للأسف أنا بستحمل لأني هعمل ايه؟ ياما نفسي أروح وأعيش مع مامتي، بس للأسف بابايا رافض ومش راضي يخليني أعيش معاها، رغم إن أنا من جوايا هموت وأروح أعيش مع ماما، لأن مامتي متجوزتش وقاعدة في بيت أهلها ولوحدها، وأنا كنت حابة أبقى معاها، بس هو فضل ممانع كده، وأنا من جوايا كنت ببقى متضايقة. المهم ان الوضع فضل مستمر على كده لحد فعلا لما دخلت والدنيا دي كلها وما اتكلمتش معاها وكده. بعد حوالي كام يوم ولا حاجة وانا طالعة في الوقت ده، لقيت مرات ابويا واقفة مع ابن الجيران ده على السلم. فقلت لهم: هو في حاجة ولا ايه؟ انتوا مالكم واقفين كده ليه؟ قامت قالت لي: انا مش عارفة انتي بتطلعي لي منين والله. ايه يا بنتي، انا خلفتك ونسيتك وانتي كل شوية تطلعي لي كده وتقولي لي الكلام ده؟ هو في ايه وانا صغيرة ولا ايه؟ قلت لها: انا ما قلتش حاجة غلط يا مرات ابويا، انا كل اللي قلته لكم هو انتوا مالكم واقفين كده ليه؟ خير يعني، في حاجة؟ لو في حاجة ساعدكم فيها ساعدكم، انتي اللي فهمتي الموضوع بطريقة غلط، ولا فهمت ولا ما فهمتش، انتي اللي دايما واقفالي على الواحدة كده وعاملة معايا كده. انا مش فاهمة انتي بتعملي معايا كده ليه، بجد انا ما بقتش فاهماكي خالص. فقمت قلت لها:
والله انا مش قصدي حاجة ولا نيتي وحشة ولا فكرت بالتفكير ده كله اللي انتي فكرتي بيه. انا كل تفكيري ان في حاجة بعد الشر حصلت وحشة، وعشان كده واقفة، او ممكن يكون حصل حاجة مع بابا وعشان كده بسألك. قامت قالت لي لا لا مفيش، وبلاش بقى تقعدي تعملي اللي انتي بتعمليه ده، خشي. هو في ايه؟ انا مش عارفه اقف براحتي، مش عارفه اتكلم كلمتين، مش هعرف انزل، مش عارفه اروح، مش عارفه اجي عشان حضرتك قاعدالي وكبت على نفسي كده. هو في ايه؟ المهم انا بصراحه اتضايقت جدا من كلامها، وقمت دخلت على جوه وانا متضايقه، وخصوصا ان هي كلمتني بالاسلوب ده قدام الشخص ده. اللي هو تكلمني كده ليه اساسا قدام حد؟ المفروض الكلام ده يكون بيني وما بينها، لكن مش تكلمني بالطريقة الرخمة دي ويبقى قدام حد بالشكل ده. المهم عديت وفضلت اعدي وفضلت اسكت، وانا من جوايا حزينه ومتضايقه قوي، لحد ما جه ابويا سالني وقال لي يا بنتي هو انتي مالك؟ فيكي ايه؟ انا حاسس كده ان انتي بقالك فتره متغيره وما بقتش فاهم انتي مالك بصراحه. هو في حاجه؟ انتي كويسه وكل حاجه تمام معاكي؟ قلت له اه يا بابا كل حاجه تمام، ما تشيلش هم وما تقلقش انت. قال لي يعني متاكده يا بنتي الكلام ده؟ انتي كويسة بجد؟ قلت له اه والله يا بابا انا كويسة، لو في حاجة اكيد هقولك. طيب يا بنتي ربنا يهديكي. والمهم سكت، فتحت سيرة اي حاجة، لاني هقول له ايه يعني؟ مفيش حاجة اقولها. وفضلت اعدي وعدي 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 لحد لما في مرة انا برضو كنت تحت، ولقيت في الوقت ده اللي خارج من شقتنا، وكان ابن الجيران. انا لقيته خارج من شقتنا كده اتجننت، ورحت وقفت قدامه وقلت له انت كنت بتعمل ايه في شقتنا؟ هو انت ايه اللي بينك وبين مرات ابويا بالظبط؟ قال لي انت اتجننتي؟ هيكون ايه دي؟ قد امي ولا اكبر من امي ولا معرفش هي قد ايه، وانا هبص لواحده قد امي يعني؟ مالك كده؟ ما تعقلي، ايه الكلام اللي انت بتقوله لي ده؟ عيب كده، ما يصحش. عيب ايه؟ هو انت تعرف حاجه عن العيب؟ ولا تعرف اي حاجه عن الكلام ده اساسا؟ ولا حتى عملت حساب عن العيب وكل ده؟ انت ما تعرفش اي حاجه عن الكلام ده. انا مش مستوعبه انت ازاي بتعمل كده، وايه اللي انت عمال تعمله ده؟ انا بجد مصدومه فيك. قال لي مصدومه فيا ليه؟ وانا عملت ايه اساسا؟ انتي اللي مش عارف مالك. هو انتي ليه كل تفكيرك سيء او سلبي بالشكل ده؟ انا عن نفسي مفيش اي حاجه خالص من دي، وانتي اللي مكبره الموضوع. طيب. وقمت سبته ودخلت في الوقت ده لمرات ابويا وقلت لها بقول لك ايه بقى، انا شفته هو خارج من عندك، وانا بصراحة كده متضايقة قوي من كل اللي بيحصل ده، ولازم تعرفيني هو كان خارج من عندك بيعمل ايه. هو ايه اللي بينك وما بينه؟ ايه اللي بيني وما بينه؟ ايه يا بنتي الكلام ده؟ ما تحترمي نفسك. هيكون ما بيني وما بينه ايه؟ ده حتة عيل، وانا هبص العيل يعني؟ قولي لنفسك ان ده حتة عيل. ايه اللي بينك وما بينه بالظبط؟ انت لازم تقوليلي. يا بنتي في ايه؟ ده حتة عيل بقولك. هيكون في ايه ما بيني وما بينه؟ مفيش ما بيننا اي حاجة، انت اللي تفكيرك وحش. طيب يا مرات ابويا هنشوف، وانا وراكي والزمن طويل. وسكتنا على كده لحد لما في يوم لقينا الباب بيخبط، وانا في الوقت ده كنت في اوضتي وهي راحت تفتح، فانا اتسحبت كده وخرجت علشان اشوف هي هتفتح لمين وهيتقال ايه. وفعلا كان ابن الجيران، ولقيته راح قال لها بقولك انا مستنيكي تطلعيلي فوق على العشه اللي فوق، علشان انا خلاص مش قادر ومش قادر استحمل. قامت قالت له طب خلاص اطلع دلوقتي انا طالعه وراك. قال لها بالله عليكي بقى على طول. فالمهم قالت له طيب تمام ماشي، وقام فعلا طلع. وفي الوقت ده انا طبعا قلت هي هتطلع، طبعا تفكيري راح لبعيد. وبالفعل لقيتها بعد شوية قامت طالعة، وقلت لا أنا لازم أطلع. وفعلا قمت طالعة وراها، ولما طلعت وراها لقيته بيتكلم معاها وبيقول لها ايه بقى؟ انا مش قادر بصراحة استحمل اللي هي بتعمله معايا ده، انا بقيت عايزها قوي كمان،
مش هتساعديني بقى ولا ايه؟ ولا انتي مش عايزة المصلحة اللي بينك وما بين مامتي تكمل؟ انتي عارفة ان مصلحتك اللي ما بينك وما بين امي واقفة على اني اكسر البنت دي، وانتي لازم تساعديني. المهم انا سمعت الكلمتين دول اتصدمت صدمة عمري كلها. قامت قالت له ما تقلقش من حاجة خالص، انا هساعدك وكسرها على ايدي وايدك، علشان دي واحدة متفرعنة وانا مش عاجبني اللي هي بتعمله بصراحة. انا سمعت الكلام ده ما قدرتش استحمل، نزلت على تحت، ومن وقتها وانا في حالة انهيار تام. ارجوكم قولولي اعمل ايه؟ دي المشكلة اللي جاتلي النهاردة من صاحبة المشكلة على رسائل الصفحة، وزي ما انتوا سمعتوا مشكلتها بالظبط. مبدئيا لازم تقولي لباباكي وتحكي له على كل حاجة، وتعرفيه بكل حاجة انتي سمعتيها من مرات ابوكي ومن ابن الجيران ده، وتحكي له على اللي هي عملته. لان واحدة زي دي ما ينفعش ان هي تفضل على ذمة ابوكي اساسا من بعد النهاردة، طالما طلعت نيتها بالشر ده وبتتمنالك ان هي تعمل فيكي حاجات وحشة وصعبة بالشكل ده، وما فكرتش ولا عندها اخلاق ولا عندها ضمير. يبقى الست دي اساسا انها تفضل عايشة مع ابوكي لحد الوقت ده، يبقى ده حرام جدا جدا جدا. لان واحدة زي دي ممكن تعمل فيكي اي حاجة طالما هي كرهاكي قوي بالشكل ده. اتكلمي معاه واحكي له على كل اللي حصل، ولازم يقف لها ولازم يعرفها ان الله حق، وان اللي هي كانت ناوية تعمله ده ما كانش ينفع. ويستحسن لو هي تفضل على ذمة ابوكي يبقى تقولي له خلاص انا ماليش عيشة معاك انت وهي هنا، طول ما هي موجودة في البيت ده انا مش عايش هنا، انا هروح اعيش مع مامتي وابقى قاعدة مرتاحة. على الاقل امي استحالة تبيعني او تكسرني او تفكر بالطريقة المقززة دي. امي هتحافظ عليا مش هتعمل فيا كده. وخدي فعلا بعضك وروحي اقعدي مع مامتك، لان للاسف دي ممكن تأذيكي باي طريقة مهما كانت الطريقة دي ايه. انتي احسن حالة تبعدي عنهم تماما. ده طبعا لو هو ما خدش ردة فعل وما طلقهاش بعد اللي هو هيعرفه وبعد اللي هي كانت ناوية تعمله ده، يبقى تسيبيله البيت اساسا وتروحي تقعدي عند مامتك معززة مكرمة وتقعدوا مع بعض. مامتك اكيد محتاجالك، وخصوصا ان هي لوحدها وان انتي تقريبا بنت وحيدة، فاكيد هي محتاجالك تبقي جنبها. فاحسن حاجة ان انتي اساسا تروحي تقعدي مع مامتك، لان اكيد هتبعدي عن اي شر، وخصوصا ان الولد ده نيته شريرة اساسا وناوي على افعال وحشة وعلى افعال سيئة، ولازم هو كمان ياخد جزاه، ولازم ابوكي يربيه على اللي هو بمجرد تفكير فكر فيه ان هو عايز يكسرك بالشكل ده. ودي كانت وجهة نظري انا، ولو حد عنده اي وجهة نظر تانية يسيبها في الكومنتات، ولو حد عنده اي مشكلة يبعتها لي على رسائل الصفحة، ونشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة.